احيانا كتوصل لواحد الدرجه من النضج ولا التراكم اللي كتشوف راسك انك ما بقيتيش مجبر انك تبرر اي حاجه كديرها ولا تجاوب اي واحد على الكلام ديالو، خصوصا الا بالك انت بانه مجانب لداكشي اللي كتهضر عليه ولا خارج على المنطق ولا كيستهدفك انت كشخص ماشي كفكره كتقدمها. كتوصل لواحد المرحله كتبدا تقلب فيها غير على راحتك. اول حاجه كتكون مآمن بداكشي اللي كدير، كتنشر داكشي اللي كتبغي، كتبارطاجي الافكار ديالك مع الناس بكل ثقه وهدوء، وماشي ما كتجاوبش حيت كتنتقص ولا كتنزل من القيمه ديال داك الشخص اللي استهدفك ولا هاجمك، ولكن كتشوف بان ما كاينلاش تجاوب، ما كاينلاش، حيت عندك واحد الايمان بان هذاك الشخص ما غاديش يغيروا الجواب ديالك، حيت ربي عطاك واحد الملكه ديال انك تعرف الشخص اللي كيناقش الفكره والشخص اللي كيستهدفك انت كشخص. ومن هذا المنطلق كتولي ساهل باش تتعامل مع واحد الشرائح من المجتمع ربما عندها امراض معينه، ربما تكوينها، ربما المحيط فاش نشأت كون عندها يعني ديك التركيبه ديال هاد العقد هادو، وما كتبقاش مسوق. ماشي تكبر منك ولا تعجروف ولا انك وصلتي واحد المكانه في المجتمع اللي كبيره وما بغيتيش تتواضع، ولكن غادي تضيع غير الحجره والطاقه لواحد الشخص ولا واحد الشريحه من الاشخاص اللي ما عندهمش هدف بالافكار والمعرفه ولا التطور ولا اللي كيغذي يعني الغريزه ديالهم هو انهم يهاجموا الناس وانهم ينقصوا من القيمه ديالهم وانهم يبانوا على ظهر دوك الناس بانهم راهم واعرين وراهم ما عرفتش يعني راه نقص منك، راه كالاك كما كنقولوا بالدارجه، ولا حطك عند الحد ديالك في التخيل ديالو ولا في الوهم ديالو. فاش كتوصل لهذا المستوى وكتبقى تميز بين ما هو انتقاد ايجابي ولا نقد بناء وما بين اللي كيستهدف الشخص وكيفرغ الغرائز والعقد النفسيه ديالو، فهنا راك كتوصل لواحد لا زون دو كونفور، واحد المنطقه ديال الراحه تعرف تجيري بها العلاقات الاجتماعيه ديالك سواء في الواقع ولا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.